ربي عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كويزين شوش. اليوم باش نعمل معكم وصفتين عملتهم أنا قبل في القناة، أما حبيت نشاركهم معكم. حضرتهم لحفلة والدي في الكتاب إن شاء الله العاقبة للتخرج ونفرح به. حسيلو المكونات بساط، أما طيحوا لي كمية كبيرة. لهنا خديت بيضة باش ناخذ معاها 150 جرام سكر محور، سكر جلاس، ننخلهم هكاكا كيف ما تشوفوا باش ما يخليليش حبيبات. بطبيعة ونخلي لكم المكونات الكل في صندوق الوصف. ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اللي مازال ما اشتركش يشترك، وما تنساوش اللايك والكومنتات المزيانين نتاعكم. باهي نكملوا في الوصفة. لهنا باش نحاولوا نخلطوا بالكدا بالفوي والا بيدينا باي حاجة تحبوا عليها تخلطوا، حتى فرشيط نخلطوا مكونات بالكدا حتى لين يذوب السكر. انا مسرعه شويه في الفيديو لهنا خاطر ديجا انا عملتهم المكونات قبل، موجودين الوصفات في القناه، اما قلت علاش ليه ما نشاركهمش معاكم مادام انا باش نعاود مادام انا باش نعملهم معناها في حفله والدي ذوما. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم يعجبكم وين لرضاكم. لهنا زدت على كيف ذاب السكر، زدت عليهم 150 ملي زيت نباتي. بالطبيعة زيت نباتي باش زيت زيتونة يجي قوي شوية، نعملوا زيت نباتي خير. وزدت لهنا 20 جرام نشا و5 جرامات خميرة حلويات، ونخلطوا بالكدا. حسيلو المكون رشة الملح حاويني بالتعديل النكهة. حسيلو الغيبة هذه الكل لا غالب ظروف، وديجا هاكم تسمعوا حتى في صوتي انا لا غالب بريود مريضة وعندي حساسية وديما من مرضى المرضى. ان شاء الله ربي يقدر الخير وكاو. حتى الفويلة هنا تهلك والكل دورتها بيدي. كيف ما قلت لكم اي حاجة راهي تكفي. ولهنا عندي 300 جرام فرينة. بالطبيعة باش نبقى نلم بشوية بشوية. انا عندي 300 جرام كفوني كاملين، اما بالطبيعة انتوما تتبعوا بشوية بشوية على خاطر كل فرينة ونوعها وكل فرينة كيفاش تشرب. لهنا لميتهم بالزيت الصبلي هذا، وراو اقتصادي على الاخر وبنين مش نورمال، ويطيح لنا كميه وفيره بالكدا. معناتها انت كي تحب تضاعف الكميه، المكونات اللي موجودين تضاعفهم ويطيح لكم كميه بالكدا. لهنا نحطوا العجينه نتاعنا في ساشي. بالطبيعه كيما نعرفوا اللي صبلي الزيت يشيح، معناتها ديما لازم يكون مغطي. انا عندي برشا دي موديل نتاع صبلي نتاع صغار، اما حبيت نعمل هذوما خاطر فيهم كتروا دي، معناتها باش تطلع شكل من بعد مزيان، شكل الحيوان ولا اللي هو معناتها ظاهر مزيان والكل بتفاصيله. خديت جزء من العجينه نتاعي، حطيتها بين في ورقه بابي كويسون من الفوق ومن اللوطه، ونحلوها بالطبيعه مش خشينه ومش جويده. كيف ما نقولوا نقراو بحساب اللي هي فيها خميره وباش يتضاعف الحجم نتاعها كيف نحطوها في الفرن. لهنا خديت الاشكال نتاعي وبديت نطبع. نحاول ديما اني كل شكل نطبع قد معناتها في الاشكال، معناتها باش ما يجيش واحد اكثر من شكل اكثر من الاخر. حاولت لنا عملت الشكل نتاع الدبدوب، عملت شكل الفراشه، وعملت سلحفاة حوت. حاولت نعمل شويه معناتها مختلفين. هذاك الطبق الاولاني حطيته في الفور على 180 درجه، درا يجيني ربع ساعه، وكل وحده والفور نتاعها وكل فور ونوعه. انا عندي زوج فورات في الدار ما يطيبوش بنفس الطريقه، كل واحد ساعات واحد نحط فيهم في نفس الوقت، واحد يطيب في ساعه وواحد لا. بورتو نحط نفس الوقت ونحط نفس درجه الحراره، معناها راهو مش بشرط درجة الحرارة اللي نقولها أنا ولا الوقت نتاعك كيف الفور نتاعك، راهو كل إنسان والفور نتاعو. لهنا خذيت الباتا سكر. عندي أنا باتا سكر ملونة خدمت بها قبل، وعندي الحمراء والبيضة والكحل. حاولت حاسيلو إن ننوع في الالوان والكل، ونعاود نطبع. بالطبيعه كيف نطبع الشكل نحاول نطبع بالاقفام نتاعو باش ناخذ لي ديتاي نتاع الشكل اللي عملته. مثلا الفراشه
نطبعها عادية ومن بعد نعاود نطبع الشكل نتاعها كيف ما تشوفوا باش تجيني بالحرف نتاعها والكل وتجيني مزينة ومزاركشة محلاهم. لهنا خديت عملت بالباتا سكر الكل الأشكال نتاعهم كيف ما تشوفوا ألوانهم الكل مختلفة ولا كعبة تشبه لأختها، وخرجت الصابلي نتاعي حتى خرج من الفور وبرد. لهنا نجموا نستعملوا الشحور كان عندك، والا فما الكول اليمونتير اللي يبيعوا فيه هذاك في محلات بيع مستلزمات الحلويات. انا ما عنديش الزوز شحور وفالي وما عنديش هذاك، وجاتني الحكايه على غفله دونك استغليت حاجه اخرى، خديت مغرفه عسل وهوكا صحي معناها، وحليته بشويه ماء خففته بشويه ماء ومن بعد لصقت فيه الباتا سكر متاعي. ولهنا كملت كعيباتي الكل وعبيت الباكو باللي كتب بالطبيعة شوية شوية بالطبيعة. هما كل واحد باش يجيب كل قدير وقدره، كل واحد باش يجيب شنية ينجم. أنا حبيت نعملهم في الدار خاطر نعرف الصغار يحبوا الحاجات هذوما والكل، وديجا ولدي هو اللي طلب إني نعمل له الحكايات هذوما، قلت علاش لا خلينا ناخذ بخاطره ونعملهم. بعد ما بردوا زينتهم الكل. أنا الحاسيلو الباكو تعبالي والكل نقصت منه شوية دونك هزيت كمية باهية منها للكتاب، والبقية خليتهم ليهم هما للدار هكا يفطروا منه الصباح. وبالطبيعة حاولت نعمل حاجة أخرى، عملت لهم ميني كيك صغيرين كعيبات صغيرين مزيانين فاني شوكولا كيف عندي الوصفة في القناة، أما حبيت نعاود نشاركها معاكم. لهنا خديت بيضتين رشة ملح حلي ضربته شوية بالباتور وفيسا ما تحضري ولادي ساعة هذه درجين من زمان تكون خارجة من الفور وأمورها مريقلة. صبيت عليها على كل بيضة عندي 50 جرام سكر، حطيت لهنا 100 جرام سكر ضربتها بالباتور بالكدا، حطيت 100 جرام زيت نباتي بالطبيعة، ما نصبوش فرد مرة الزيت والسكر كل شيء ما نصبوش فرد مرة كل حاجة على 3 مرات. السكر 150 زيت 150 سكر 100 وزيت 100 والحليب 100 معناتها كل بيضة عليها 50 جرام زيت 50 جرام سكر 50 ملي حليب، معناتها الكلها قد وتجي خفيفة وهشوشة باش نورمال وما تجيش الشاي حال تغصص. حطيت شوية فاني كيف ضربته. ولهنا باش نبقى نتبع بالفارينة، وحطيت باكو خميرة حلويات وبقيت نضرب الباتور. ما حبيتش نضرب الفواكه كيف ما شفتوه في الوصفة الأولانية تهلك لي بالطبيعة. فما هذاك أنا معناتها عادي كيف ما تشري هنيس الكل أما غالب تهلك. أنا إن شاء الله تو نشري واحد آخر. كملت ضربت بالفواكه وبالطبيعة باش في سفينة تنزل براو في الكيك لهنا ما نلوجوش على باش ندخلوا له هواء، معناتها ماناش باش نعملوا كيكة اسفنجية ولا خبزة جاتو جوست كيك عادي. أما تو تشوفوه كيفاش يجي خفيف وبنين. جربوها الوصفة وما تندموش وما كومش باش تندمي، وخاصة الكيك والصبلي هذوما راهم جارانتي 100%. راني أنا ما نهبط لكم وصفة كان ما نكون مجربتها ونعرفها ومستعملتها في داري ولولادي. لهنا خديت زوز باب زادوكم نتاع الزيت، أنا عندي زوز في الدار ديما نحطهم هكاكا زي دي تستعملهم للكيك ولا للشوكولا. قسمتك الخليط اللي عندي على زوز، شطر عملته شوكولا بالكاكاو وشطر خليته فاني، وحطيتك الكاسات متاعي هذوك متوسطين وخلط فم الفاني شوكولا ومن بعد كيوفالي فاني كملتهم شوكولا اكاهو. حبيتهم يكونوا سامبل نقصين زيادة شوية حلاوة راهو صغار مش باهي برشا نعمل لهم سكر، وزيد البسكوي فيه الباتا سكر او نحاولوا نعدلوا. لهنا كعباتنا شوفوا مخفة هذه شوية بقالي من الخليط حطيته في كاس وحده باش في كاسات واحدة باش نجربهم باش البقية الكل نهزهم للصغيرات ما نقص لهمش هاكا كيف ما تشوفوا. لهنا بالرغم بيت حطيته في الباكو ولا فيتو بيت أما بنين ويشهي ونمدكم وما نشهيكم. جربوا الوصفة وما تندموش. لهنا لقطات من الحفلة متاعهم عملوا شوية الحق صغار نشيد وتحية علم وقرآن والكل، عملوا جو كلاو وشربوا الجيو كلاو الكتاب من ربي. إن شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم، إن شاء الله في فيديو قادم.